السلام عليكم، مرحبا. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض صنف جميل جدا من الكيك الروسي، وهو كيك الروسي ريد فيلفت. الروسي بالمذاق الفراولة، طعم ملهوش منافس. هنبتدي مع بعض. أنا معايا 100 جرام من الزبدة اللينة، يعني بدرجة حرارة المطبخ، يعني حوالي 7 معالق كبار من الزبدة. ومعايا كمان 150 جرام من السكر، يعني حوالي 3/4 كوباية من السكر. هحاول ان انا ادخل المكونات في بعضها عشان السكر بتاعي ما يطرش معايا في الخلط. هبتدي دلوقتي انزل بثلاث بيضات. الثلاث بيضات طبعا حجم كبير، البيضة بتتراوح الثلاثة مع بعض بيتراوحوا ما بين 153 جرام ل 160 جرام، يعني احجام اللي هي البيض اللارج. هنحاول ان احنا نخلط المكونات في بعضها. انا عايزة حضرتك تشوفي ملاحظة ان طبعا الخليط متكتل، لان انا جالي كذا سؤال: انت ليه بتستخدمي حمام ماء ساخن؟ عشان انا سبت الفقرة دي ان انا اوري حضرتك ان انا مهما اخلط الخليط مش هيمتزج في بعضه، وده هيبقى معايا بصعوبة. هنبتدي نلاحظ دلوقتي ذوبان الزبدة واندماجها مع السكر، وطبعا السكر لازم يكون يدوب معايا في التقليب. هبتدي دلوقتي انزل عليهم بمركز الفراولة، لان طبعا الطعم الغني بتاع الكيكة بتاعنا هو طعم الفراولة، وده يا جماعة حصري موجود عندي انا وبس ان شاء الله. يعني مش هتلاقي الريد فيلفت روسي الا عندي ان شاء الله. هبتدي دلوقتي طبعا اعزز اللون الاحمر. طبعا احنا هنبتدي نضيف اللون الاحمر شوية بشوية، بحيث ان انا اوصل للدرجة اللي بتناسب حضرتك. يعني كل واحد ليه وجهة نظر مختلفة، عايزه يبقى لونه فاتح، عايزه يبقى غامق، دي حاجة بتبقى يعني حسب الذوق. انا كده وصلت للون الممتاز. وطبعا انا استخدمت الوان جل، وممكن كمان تستخدمي الوان بودر، لكن الالوان الزيتية يعني مش محببة في الوصفة بتاعتنا. هبتدي انزل دلوقتي بمعلقة صغيرة من الفانيلا، وهبتدي انزل كمان بمعلقة صغيرة من البيكنج صودا. وطبعا انا بضيف البيكنج صودا قبل مباشرة ما اضيف الدقيق، لان هي طبعا بتتفاعل وانا محتاجة التفاعل ده. هبتدي دلوقتي اضيف الدقيق. معايا طبعا 450 جرام من الدقيق، يعني حوالي 3 كوبايات ونص. هبتدي اضيف شوية بشوية. في البداية انا بستخدم الويسك على اساس ان انا اخلط المكونات ما يبقاش فيه تكتل. وزي ما حضرتك شايفة بدأ المكون بتاعي يتقل معايا. هبتدي اضيف معلقة صغيرة من الكاكاو. طبعا معلقة الكاكاو الخام دي دي خام بدون سكر، دي هتعزز لي اللون الاحمر معايا، وهتثبت لي اللون الاحمر. زي ما حضرتك شايفة بدأ اللون يتقل عن الاول. هبتدي برضو اضيف الدقيق، وفي الاثناء دي انا هستغنى خالص عن الويسك بتاعي، وهاخد معلقة خشبية، اي معلقة تكون جامدة شوية، لان الخليط طبعا بيبقى تقيل معايا، فانا محتاجة حاجة تقلبه وتكون شديدة شوية. زي ما انت شايفة الخليط بتاعي لين وطري. وطبعا انا اضفت نسبة بسيطة من اللون الاحمر تاني عشان اعزز اللون. دي حاجة بقى في متناول حضرتك ان انت تقدري تضيفيها في الاخر. هقسم القطع ل8 قطع متساويين، وهبتدي اغلفه بالبلاستيك النايلون بتاعي، وهدخله التلاجة يرتاح معايا لمدة ربع ساعة قبل العمل طبعا عشان يبقى سهل الفرد. هجيب ورقة الزبدة. طبعا زي ما متعودنا قبل كده احنا عملنا الكيك الروسي بطعم الفستق وعملناه بطعم البندق. النهاردة بنعمله بطعم الفراولة الريد فيلفت، يعني ابتهاجا بالسنة الجديدة ان شاء الله، وتكون حاجة كده تبشر بالمناسبات السعيدة، وتدخل البهجة على الأسرة جميعا إن شاء الله. وتبقى دعوة للحب، لأن أنا بصراحة ما بعترفش بعيد الحب. أنا بعترف بالعيد الأضحى والعيد الفطر، لكن عيد الحب ده أنا ما بعترفش بيه. يعني بحطه تحت مسمى دعوة للحب، دعوة لكل أفراد الأسرة إنها تجتمع وتاكل شيء جميل مع بعضها. طبعا أنا هاخد المقاسات بتاعتي بحجم القالب بتاعي 20 في 20،
والزيادة او الفقدان انا بحاول اعوضه زي ما حضرتك شايفة كده في الفيديو. وهطوي تاني عليها ورقة الزبدة من جميع النواحي عشان اتحكم ان ما تزيدش معايا تاني في المساحة، وفي نفس الوقت اوصل لمربع مثالي محتاجش بقى ان انا تاني ان انا اقص فيه او اقطع فيه. طبعا احنا في كل مرة بنعمل فيها الكيك الروسي كنا بنزود كمية من الفاقد او القصيصات ان احنا نعمل بيها غلاف خارجي. المرة دي احنا غيرنا الفكر وهنخلي هنخليها بدون غلاف خارجي. هنعمل طبقات تانية مختلفة ان شاء الله تضيف عليك السعادة. طبعا انا هنغزها وهدخلها فرن مسبق درجة حرارته على 170. القطعة الواحدة هتستمر معايا او القطعتين حسب ما الصينية بتاعتك تاخد. انا حطيتها على ظهر الصينية، هتستمر من 7 ل 8 دقايق عشان تخرج بنفس اللون. انا دلوقتي هبتدي اعمل الكريمة بتاعتي اللي انا هحشي بيها الكيك الروسي. انا معايا عبوتين من الكريمة الحامضة. طبعا الكريمة الحامضة لو مش متوفرة عند حضرتك تقدري ان انت تعملي نص الكمية زبادي ونص الكمية قشطة او كريمة فريش. وان شاء الله هنبقى نعمل مع بعض الكريمة الحامضة بتتعمل ازاي في البيت. انا ضفت عليها 1.5 كوباية من السكر البودر، وهقلب الكريمة مع السكر، وهضيف عليهم 100 جرام من البوريه الفراولة المطبوخة، وان شاء الله هتلاقي طريقته في صندوق الوصف. وطبعا بوريه الفراولة من الحاجات المهمة جدا بتدخل في وصفات كتيرة وعديدة معانا. هبتدي اجيب دلوقتي كريمة فريش دي 300 جرام. انا هخفق الكريمة يعني 70%، انا مش عايزاها تبقى ماسكة. هتسأليني ليه يا ليلى انتي مش بتعمليها تبقى زي اي كريمات؟ هقولك لان ده مش هيساعد طبقات الكيك ان هي تنفع انها تشربها، وفي نفس الوقت هتديني فوليوم عالي. والكيك الروسي من مواصفاته ان ما يبقاش فيه فرق كبير ما بين طبقاته، يا دوبك جزء بسيط بس اللي باين من الطبقات متقاربة قوي يعني. هبتدي طبعا اعزز طبعا الطعم كمان بمعلقة من المركز الفراولة، لان زي ما قلنا الطعم الغني بتاعنا هو الفراولة. وهبتدي اضيف الكريمة اللي انا خفقتها حوالي 70% الصور كريم، وهنقلب المكونات كلها وتتداخل مع بعضها. وزي ما حضرتك شايفة انا خليتها باللون البامبا الفاتح قوي. وهنبتدي دلوقتي نعمل شراب الفراولة اللي احنا هنحطه على طبقات الكيك الروسي. انا هاخد معلقتين من بوريه الفراولة المطبوخة على نص كوباية من المية. هقلب المكونات تتداخل. ممكن حضرتك تستخدمي بدل المية لبن. وهبتدي انزل عليها كمان بمعلقة صغيرة من مركز الفراولة. طبعا احنا قلنا الطعم الغالب عندنا هو الفراولة. هجيب طبقات الكيك بتاعتي بعد ما استوت معايا. طبعا لازم احتفظ بطبقات الكيك يعني اغطيها بغلاف محكم عشان ما تجفش معايا، لان هي تشبه البسكويت الطري. زي ما حضرتك شايفة يا دوبك بس اللون بتاعنا فتح حاجة بسيطة في التسوية. انا معايا قالب 20 في 20 هغلفه بالبلاستيك الاسترتش، وطبعا هحط استك كده عشان يبقى محكم. كل الموضوع ان انا عايزة المكونات تبقى محكمة. ومعايا البلاستيك الغذائي انا احطه على الجوانب بحيث لو الكيك بتاعي طلع ارتفاعه اعلى من القالب ما يبقاش عندي فيه مشكلة. هبتدي احط طبقة من شرائح كيك الريد فيلفت الروسي، وهبتدي اسقيها دلوقتي او اشربها بالشراب الفراولة. واحط على كل طبقة 4 معالق بس من الكريمة اللي احنا عملناها. وهحاول بقدر الامكان ان انا اسويها. وبعد كده هحط الطبقة التانية. طبعا الطبقة التانية هتساعد على توزيع الكمية الكريمة اللي تحت منها كويس بالضغط الخفيف عليها. هبتدي برضو اعمل نفس التكنيك. هكرر نفس العملية في كل الطبقات لغاية ما انتهي من كل الطبقات ال8 قطع من الكيك بتاعي. زي ما حضرتك شايفة الموضوع ما فيهوش اي صعوبة. هبتدي دلوقتي معايا باقي الكريمة. تقدري حضرتك ان انتي تضيفيها على الوش وتبتدي تجيبي البسكويت وتحطيه، لكن انا حبيت النهاردة اغير، فانا هستخدم طبقة خدت بقية الكريمة وهعمل لها جيلاتين زي ما حضرتك شايفة، وهسيبه انشطه.
وبعد كده هجيب 100 جرام من الكريمة الفريش وهخفقها برضو 70% عشان انا هعمل طبقة تكون سميكة شوية اكتر من الكمية اللي فاضلة. وباقي كمية الكريمة هضيف لها كريمة الصور كريم اللي احنا استخدمناها في طبقات الكيك، هضيف لها 100 جرام من الكريمة المخفوقة زي ما حضرتك شايفة. وطبعا هحاول ان انا ادوب الجيلاتين اللي انا عملته بحيث ان هو هتبقى السطح ده هيبقى متماسك شوية زي الموس وزي التشيز عشان يفضل بشكل جميل، واي اضافات عليه ان انا اقدر اضيفها براحتي. هضيف عليها دلوقتي معلقة من بوريه الفراولة عشان يعزز لي برضو طعم الفراولة، وهبتدي انزل كل الكمية على السطح النهائي من الكيك بتاعي. هيديني طبقة حوالي نص سنتي من يعتبر شبيه للتشيز، وهتبقى طبقة مسطحة ان انا اقدر انزل عليها برضو بجليس الشوكولاتة الاحمر. ده جليس شوكولاتة بيضة بطعم الفراولة، حضرتك هتلاقيه ان شاء الله في صندوق الوصف، ودايما بيسمى السكتة الدماغية لان هو بيستخدم فوق التورت وبينزل بشكل عشوائي. احنا استخدمناه النهاردة مع الكيك الروسي، طعم رهيب. طبعا الطبقة الفوقانية واخدة طعم الفراولة بوريه الفراولة، والطبقة اللي تحت منها واخدة طعم جبنة الساور كريم والطبقات الداخلية، فكان ميكس رائع جدا ومذاق في النهاية رائع. زي ما حضرتك شايفة تقدري ان انت دلوقتي ان انت تضيفي على الجوانب بسكويت الكيك زي ما بنعمل كل مرة. وفي الأثناء دي طبعا يا إما تصغري حجم الكيك بتاعك يا إما تزودي نص الكمية تاني عشان يبقى عندك زيادة من البسكويت اللي تقدري تطحنيه. لكن أنا استخدمت نفس الكمية بس وما زودتش لأن أنا عاملة في حسابي ان انا مش هحط بسكويت من الخارج. وزي ما حضرتك شايفة احنا حطينا فراولة، طبعا اعلان ان الكيك بتاعنا معمول بالفراولة، وهنحط كلمة روسيا كيك. وانا بعتذر لان انا بدلت حروف كلمة كيك النهائية وجل من لا يسهو ما خدتش بالي، لكن ده الديزاين بتاعنا بسيط جدا. حطينا قلوب من الشوكولاتة البيضة، حطينا ابتهاجا بالسنة الجديدة 2023، وحطينا وردات من السكر الأبيض عجينة السكر، والكلمات كانت معمولة روسيا كيك بعجينة السكر والعام معمولة بالشوكولاتة البيضاء. وطبعا حطينا اللوجو بتاعنا لأنه هو حصر يا جماعة عندي، ان شاء الله مش هتلاقوه عند حد تاني. ان شاء الله لأول مرة على اليوتيوب كيك الريد فيلفت الروسي بمذاق الفراولة. بتمنى ان شاء الله ان فيديو اليوم يكون عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش من الدعاء لي والأم الغالية بالرحمة والمغفرة.